السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك اختتم أمس تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للمقاولون العرب في كأس مصر. غيابات الزمالك أمام المقاولون العرب: محمد عواد لوجهة نظر فنية رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته في كافة الفقرات الفنية للتدريبات الأخيرة قبل اللقاء. عبد الله جمعة لعدم مشاركته في التدريبات في الفترة الأخيرة وغيابه الذي ترتب عليه توقيع عقوبة عليه. حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أفريقيا. أحمد بالحاج نظرا لعدم وصوله إلى مصر لتواجده في الخارج منذ أجازة عيد الأضحى بجانب معاناته من وعكة صحية واختاره للجهاز الفني والإداري بحالته الصحية. مصطفى شلبي الإصابة بكسر في وجه القدم. دونجا ثقل في العضلة الخلفية. محمود شبانة لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة بكدمة في عضلة السمانة. قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب: في حراسة المرمى محمد صبحي، محمد نديم. خط الدفاع: حمزة المسلوسي، عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، وأحمد محمود. خط الوسط: محمد أشرف رؤى، محمد حسام بيسو، عمرو السيسي، سيد عبد الله نيمار، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود عبد الرازق شيكابالا، وإبراهيم انضاي. أما في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، وناصر منسي، وسامسون إيكينولا، وعلي ياسر. أعلن الاتحاد المصري عن طاقم حكام مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، وضم طاقم الحكام كل من محمد معروف حكما ساحة، شريف عبد الله مساعد أول، صالح محمد مساعد ثاني، عمرو رمضان حكم رابع، محمد نهاد حكم فار، أحمد لطفي مساعد حكم فار. أزمة جديدة تضرب القلعة البيضاء في الساعات القليلة الماضية بسبب غياب أحمد بالحاج عن تدريبات الفريق، ويتواجد أحمد بالحاج في أسبانيا رفقة أسرته لقضاء أجازة هناك، ولم يصل إلى القاهرة حتى الآن، ويتجاهل اتصالات مسؤولي الزمالك. وأكد مصدر بالزمالك أن هناك تخوف من عدم عودة اللاعب، خاصة بعد علمه بعدم رغبة الزمالك تفعيل بند الشراء من أسوان. وتحدث اللاعب مع أحد المقربين والذي أكد أنه يريد البحث عن ناد آخر للاستقرار خارج مصر مع أسرته التي تعيش في إسبانيا. بينما هناك أنباء أخرى تتردد أن اللاعب في تصريحات نسبت له أنه لم ينقطع عن التدريبات كما يردد البعض، وأشار أنه شعر ببعض الآلام في عضلات البطن خلال الأيام الماضية منعته عن المشاركة بانتظام في تدريبات الزمالك. وأكد بالحاج إلى أنه سيتواجد في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الثلاثاء. مصدر بالزمالك: الزمالك يجهز خطاب بالتظلم على عقوبة دونجا المنتظر إعلانها من جانب اتحاد الكرة ولجنة الانضباط. وتساءل مسؤول الزمالك كيف يتم الإعلان عن عقوبة دون التحقيق مع اللاعب في الواقعة التي تم الاستناد عليها في إيقاف اللاعب، ذلك بجانب أن القرار لم يتم إعلانه رسميا من جانب لجنة الانضباط أو اتحاد الكرة. يواجه الزمالك المقاولون العرب اليوم في تمام 8:30 مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي. مرتضى منصور: إمام عاشور يريد أن يرفع سعره من خلال دخول بيراميدز في الصفقة، ووصل يا سالم يا شمسي بكلمك أقسم بالله أروح أشتكيك للشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، ابعد عن الزمالك أنت وناسك، ابعد، إحنا أصدقاء وبقول لك ابعد. مرتضى منصور: إمام عاشور بعد الفيديو ما نزل، الحاج محمد حافظ أبو زوجة إمام عاشور تحدث معي هاتفيا، قال إمام زملكاوي وواصل الراجل قال مشكورا، إمام اللي عمله نادي الزمالك وخير الزمالك عليه، وإمام ساب ميتلاند وجاء إلى مصر وناديه الدنماركي أرسل إنذار. ووصل ووالد زوجته أكد أنه سيجلب إمام الساعة 10 في فيلتي، وأنا قلت له الزمالك ما بيجريش ورا حد، إمام عامل تمثيلية علشان الجمهور ويسوق نفسه، مؤمن ربنا يشفيه، باس فانيلة الزمالك وفي الآخر راح الأهلي. كهربا باس جزمة الزمالك وراح الأهلي، وأشار نسيت موعد جلسة إمام عاشور لأنه ليس له أهمية، وانشغلت مع الأعضاء وفوجئت أن والد زوجته يبلغني أنه قد قال له ابنتك عندك ولا تتدخل في مصيري، وأتم إمام ليس له أهمية، إذا أراد إمام العودة للزمالك فليعود، ولكن بشرط أن يوقع على العقود ويتركنا نتفاوض مع ناديه الدنماركي. مرتضى منصور: حسين لبيب دخل كلوب هاوس، انا اعرف الكلاب هاوس دول بيهوهو ومش مكسوف على دمك تهوهو وسط 30 عيل، ووصل يا ابني الانتخابات هنا، الجمعيه العموميه هنا، كارنيه الزمالك ابيض وانت معاك كارنيه رصاصي، هنحقق نشوف مين زور لك، ولا يا ابو بنطلون اصفر وبمبرز اخضر بلاش انا، وبرضه بيانات انت مريض نفسي يا ابني. عبد الواحد السيد: هناك العديد من الشائعات انتشرت حول الفريق فيما يتعلق ببعض اللاعبين، مضيفا أن الفريق في حالة تركيز شديدة في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب اليوم الثلاثاء. وأضاف: الزمالك لن يتأثر بالشائعات ولا يوجد وقت لدينا للرد عليها، والفريق يركز لإنهاء الموسم بصورة جيدة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر والاستعداد للبطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.
خالد الغندور: من الصعب أن يستعيد الزمالك خدمات إمام عاشور لأسباب مالية، وأتم النادي مطالب بتوفير ما يقرب من 500 مليون جنيه خلال شهر لدفع مستحقات شيكابالا، إضافة إلى المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين وإبرام صفقات جديدة في نفس الوقت. مرتضى منصور سعيد بهتافات جمهور النادي الأهلي ضد إمام عاشور، مؤكدا أنه يحترم هذا الجمهور. مرتضى منصور: دونجا ما جاليش اي قرار، لو جالي قرار ايقاف الدوري هيبوظ ومش هكمل. ووصل: هتعمل لي ايه؟ عاوز تعمل مشكله ليا وتوقف دونجا؟ بتقول رصدت. طيب رصدت معلول وهو بيضرب الشيبي في السوبر، رصدت لعيبه تانية بتعمل حركات فعلا بذيئه، واضافت طلعت عقوبه ضدي قبل كده، وده مش في الكوره ومش من حقك توقفني اصلا. انا اللي حاسبني الجمعيه العموميه، واتم عامر حسين ليس له صله بالازمه، وايقاف دونجا رئيس لجنه الانضباط هو صاحب القرار. مرتضى منصور: مفيش لجنة فنية خلاص، الغندور عامل لنا مشاكل، بيكتب أخبار على صفحته، خلاص تم إلغاء اللجنة الفنية. الشافعي صالح رئيس نادي أسوان: لسنا طرفا في أزمة بالحاج والزمالك، ولا نعلم متى سيصل، وتابع اللاعب لديه عقد من مع نادي أسوان لمدة موسمين ومتمسكين باستمراره، وأتم الزمالك لم يخطرنا بتفعيل بند الشراء النهائي، والوقت انتهى خلاص والدوري اقترب من النهاية. وكيل أحمد بالحاج: إعارته ممتدة لنهاية الموسم، ووصل بعد نهاية الموسم الزمالك لديه 15 يوما لحسم مصيره وإبلاغ أسوان بموقفه سواء بتفعيل بند الشراء أو لا. اللاعب يتبقى له موسم في أسوان، وننتظر موقف الزمالك للتواصل مع أسوان. وأتم مفيش أي حديث من الزمالك، ما أقدرش أحدد الآن الزمالك يحتاج اللاعب أو لا. اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته أمس وسط معنويات عالية استعدادا للقاء غينيا اليوم في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب. شاهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، والبرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذي وصل الظهر أمس لدعم ومؤازرة المنتخب الأولمبي في مهمته الوطنية. بدأ تدريب المنتخب بفقرة الإحماء تحت قيادة ليونودو مدرب الأحمال، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكيلي ومعاونيه مواطنه تييغو والكابتن وائل رياض شيتوس، بينما تولى الكابتن سيد السويركي تدريب حراس المرمى. محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي: كل اللاعبين في حالة جيدة وجاهزون للمهمة. وتماثل محمد شحاتة للشفاء تماما من الشد في العضلة الضامة، وشارك في التدريبات وتألق بشكل لافت للأنظار. كما ستشهد المباراة عودة أحمد عيد الذي غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف. ميكيلي مدرب المنتخب الأولمبي: نأمل مواصلة العبور، لأن هذه المرة تحمل أول أحلامنا وهو الصعود للأولمبياد والتأهل إلى النهائي الإفريقي. مباراة غينيا ستكون صعبة جدا، خاصة بعدما أصبحنا 4 منتخبات في البطولة. المهمة صعبة للجميع. بدأنا التجهيز للمباراة أمس، كان عندنا راحة وتدريبات استشفائية قبل أمس. الفترة وجيزة جدا للتجهيز، لكننا نتطلع لعمل كل شيء، وحصل منافسنا على ميزة يوم زيادة في التحضير للقاء اليوم، لأنه لعب مباراته الختامية في مجموعته قبلنا بيوم. ميكيلي: سلاحنا الروح المصرية القتالية في المواجهات الكبرى، دائما تربح وتكسب وتبهر الجميع. واثق في لاعبين الأبطال وقدرتهم على اجتياز المهمة، وفي الوقت نفسه نحترم منتخب غينيا لأنه فريق قوي وعنيد ويمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين. نتمنى أن يحالفنا التوفيق اليوم. الكلام الإيجابي القادم من مصر يرفع معنوياتنا، وأحلام الجماهير نحولها إلى ضغوط إيجابية. هدفنا الفوز ولا شيء غيره، ولاعبونا في حالة تركيز. ميكيلي: تواجد 4 لاعبين من منتخب مصر في تشكيلة إفريقيا المثالي بدور المجموعات هو انتصار لكل أفراد المنتخب، واستحقاق لكل اللاعبين الذين منحوا زملائهم ال4 فرصة التواجد في التشكيل المثالي من خلال تهيئة الأجواء الإيجابية لهم. مبروك لكل اللاعبين. نلعب كرة قدم جماعية، والمرحلة السابقة انتهت تماما، والآن في مهمة أخرى وأهم أمام غينيا. نحترم المنافس، ولكن الهدف الأهم هو الفوز. أود أن أؤكد على احترامي لكل أفراد منظومة الكاف بما في ذلك الحكام، وأتمنى لهم مزيدا من التوفيق في المباريات الحاسمة، لأن أحد الأخطاء البسيطة تصنع صعوبات للفريق الآخر، ونحن في النهاية بشر. منظومة الكاف تقوم بعمل روعة. التنظيم جميل في المغرب. طبعا أشكر دولة المغرب العظيمة على التنظيم الرائع، فنادق، ملاعب، مدرجات، حكام. مبروك للمغرب التنظيم المبهر. محمود حرب: اللاعبين تعاهدوا على التتويج باللقب، وتحدث الجهاز الفني معهم من أجل الفوز باللقب القاري، وهذه البطولة ستكون فارقة مع الجيل الحالي وستمنحهم فرصة كبيرة للاحتراف الأوروبي. وأضاف: هذه فرصة العمر لهذا الجيل من أجل التتويج باللقب القاري والصعود للأولمبياد، وسيكون تحت أنظار المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي وصل إلى المغرب وحضر الميران، وسيتواجد في لقاء مصر وغينيا لمساندة ودعم الفريق، وهو جاء لدعم ومتابعة العناصر المميزة.
محمود حرب المنتخب الأولمبي تدرب في نفس توقيت المباراة وتخلله ميران على ركلات الجزاء، وأتمنى تكليل مجهودات الجميع بالفوز. وزاد محمد شحاتة كان يعاني من العضلة الضامة والآن جاهز لخوض اللقاء، وأحمد عيد أيضا موجود مع الفريق، وأردف أسامة فيصل مهاجم جيد ويركز على نفسه وهو من قادة المنتخب الأولمبي، وأتمنى له التوفيق في المباراة المقبلة وإن شاء الله ربنا يكرمه. ولدينا عناصر مهمة مثل حمزة علاء حارس المرمى الأفضل في دور المجموعات، وإبراهيم عادل وحسام عبد المجيد كلهم من العناصر المميزة. محمود حرب المنتخبات الموجودة في البطولة كلهم لاعبين محترفين، والتكوين الجسماني لهم مختلف تماما ومعظمهم محترفين في أوروبا، وأكد حظينا بدعم كبير من الجمهور المغربي والجالية المصرية خلال المباريات الأخيرة، وهدفنا حصد اللقب في النهاية. وأتم محمد بركات موجود معنا في المغرب، وجمال علام رئيس الاتحاد كان موجودا مع المنتخب مصر الأول. هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز: لا يوجد أي حديث عن إمام عاشور داخل بيراميدز، وتابع هناك لاعبين يتحدثون عن مفاوضات بيراميدز معهم من أجل زيادة سعرهم. وأكد إمام عاشور أثبت أنه لاعب كبير وكان له دور كبير مع الزمالك آخر موسمين وسيكون لا إضافة لأي فريق، ولكننا لم نفاوضه. وعن طارق حامد قال: كيف أفاوضه وهو مرتبط بتعاقد مع اتحاد جدة السعودي؟ هاني سعيد: وليد الكرتي لن يرحل عن صفوف الفريق، واللاعب يشعر بالراحة وهو من العوامل المؤثرة والعناصر الأساسية حتى لو تلقينا عروض خارجية، وليس حقيقة أنه ينتظر عرض من الأهلي ولديه رغبة قوية في الاستمرار. وأضاف: أتمنى احتراف إبراهيم عادل في أوروبا لأن لديه إمكانيات عالية، مشددا على أنه لا توجد عروض محلية أو أوروبية للاعب في الوقت الحالي. جهاد جريشة: لم نشعر بوجود فيتوريا بيريرا برئيس لجنة الحكام، نسعى لإصلاح المنظومة وتطوير التحكيم فقط، ما يحدث حاليا يغرق أي أحد ونحتاج لعمل كثير من أجل تطوير المنظومة التحكيمية في مصر. وأضاف: نعيش فترة سيئة بل أسوأ من الموسم الماضي. فيتور بيريرا ليس موجود، ومشكلة كلاتنبرج كان في سفره المستمر خارج مصر، لو كان متواجدا بصفة مستمرة كان سيكون أفضل كثيرا من الخبير البرتغالي الموجود حاليا، وهو موجود منذ 6 أشهر ولا يوجد أي جديد. جهاد جريشة: وجود حكم مصري في القمة المقبلة يعتمد على قدرات الحكم الذي سيتم تعيينه لإدارة المباراة، نتمنى نجاح الحكم الذي سيتم تعيينه. وأتم المرشحين الأبرز لإدارة القمة سيكون محمد معروف، محمود البنا، محمود ناجي، أمين عمر، وبالنسبة للفار قد يتواجد محمد عادل أو الغندور. أحمد شوبير: الجزيرة الإماراتي يرغب في الاستغناء عن بن شرقي وينتظر عرض الرحيل للاعب، وأضاف: عقد النجم المغربي يقدر ب 2 مليون و200 ألف دولار وممكن يستغنوا عن 500 أو 600 أو 700 ألف. وتابع: حتى الآن لم تصل له عروض. باتشيكو المدير الفني لبيراميدز ما زال يدرس إمكانية ضم بن شرقي للفريق السماوي. واختتم طارق حامد: اسمه موجود في قائمة اتحاد جدة التي ستخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. سيف زاهر: الحل الوحيد لعودة إمام عاشور للزمالك هو إعارة لمدة موسم، لكن شرط الزمالك للتعاقد مع اللاعب إنه يكتب على صفحته إن عايز يرجع الزمالك. وأضاف: الزمالك رافض تماما فكرة الدخول في سباق مع أي نادي من أجل التعاقد مع إمام عاشور. وتابع: اللاعب ممكن يروح الأهلي وحاليا لا يوجد أي حديث من الأهلي مع اللاعب، وإذا قرر اللاعب العودة للزمالك سوف يتحرك النادي من أجل ضمه، وإذا لم يقرر سوف يدخل بيراميدز على خط الصفقة. وأوضح: الوحيد اللي اتكلم مع اللاعب وقال له تعالى ارجع مصر وتعالى الأهلي هو كهربا، لأنهم قريبين جدا من بعض. سيف زاهر عن موقف كولر من إمام عاشور: كولر قال للمقربين منه: أتخوف من ضم إمام عاشور، وقال لهم كرة القدم هي عدد كبير من التفاصيل الهامة زي القوة البدنية والعزيمة والالتزام، والمدرب لديه تخوف من عدم استمرار إمام في رحلة الاحتراف. واختتم: هتاف جماهير الأهلي ترفض التعاقد مع اللاعب سيكون له دور في قرار مجلس إدارة الأهلي، وأنا من وجهة نظري إمام عاشور لن يتواجد في النادي الأهلي. هاني حتحوت: بالنسبة لعقوبة دونجا وهي الإيقاف لمدة 4 مباريات، تم البحث عن سؤال هل تقدم أي طرف بشكوى ضد اللاعب، وكانت الإجابة من خلال المصادر التي تحدثنا معها أنها ما كانتش فيه شكوى، وإن الأمر جاء بشكل مباشر من لجنة الانضباط. وأشار لجنة الانضباط من ضمن اختصاصاتها مش لازم شكوى تقدم ليها علشان تحقق في واقعة معينة. وأضاف: اللجنة اجتمعت ورأت أن الأمر فيه تجاوز وأصدرت قرار بإيقاف اللاعب لمدة 4 مباريات بجانب غرامة 50,000 جنيه. واللجنة رأت أن الأمر لا يحتاج إلى إجراء تحقيق. وأكملت: تواصلنا مع مصدر مقرب من دونجا وأكد أن اللاعب لم يكن يقصد أي فعل غير أخلاقي وإنما كان يحتفل مع زملائه بعد تسجيل هدف. وأوضح: القرار لا يوجد عليه استئناف أو تظلم، لأن طبقا للائحة اللجنة فإنه لا يمكن الاستئناف على العقوبات التي تكون فيها مدة الإيقاف 6 مباريات أو أقل، أو الغرامة التي تكون 200,000 جنيه أو أقل. واختتم: سيتم تطبيق العقوبة حينما يتم إخطار الزمالك بالقرار، وإذا طبق بالفعل سيغيب اللاعب عن مباراة القمة أمام الأهلي القادمة.
هاني حتحوت غياب محمد عبد الغني عن ميران الزمالك جاء بسبب اعتراض اللاعب على قرار تدريبه بشكل منفردا ردا على ازمته مع مرتضى منصور بسبب ركنه السياره الخاصه به. واضاف: مش بشوف كده في اي نادي في الدنيا، والمفروض انك تحافظ على لاعيبتك وتحميهم، مش تقول ده جاي بتوك توك. وقبله كان ازمه فتوح وعبد الله جمعه، وقبلهم باسم مرسي اتقال له كنت جاي بشبشب. واختتم: الزمالك كبير قوي ويجب اعلاء قيمته وحمايه اللاعبين. سيف زاهر: إمام عاشور سيعود إلى الدنمارك خلال 48 ساعة. وواصل اللاعب اتخذ قرار بإلغاء تجربة الاحتراف وسيعود للدنمارك، ولكن ناديه أيضا قرر عدم إشراكه في المباريات وانتظار عرض مالي مناسب من أجل بيعه. وأشار ميتلاند يرغب في الحصول على 3 مليون ونصف المليون دولار من أجل رحيل إمام، وهو المبلغ المدفوع فيه عند التعاقد معه. وراتب إمام السنوي لن يكون عائق، اللاعب سيتعامل نفس معاملة اللاعبين المحليين حال العودة للدوري المصري. وأتم من معه 3 مليون ونصف المليون دولار هو من سينجح في التعاقد مع إمام عاشور. ربما اللاعب يكون لديه رغبة في الانضمام لنادي ما، ولكن في حالة أن هذا النادي لا يمتلك الأموال سيتنازل إمام وينتقل لنادي آخر يستطيع الدفع. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معنا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. اذا دعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، متشكرين جدا على دعمكم. اسف جدا للاطاله، ولو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات.